اكيد ابوك طردك من البيت وانت طبعا عامل مصيبه كالعاده. تعالى تعالى. والله العظيم يا اسطى انا محروق منك قوي. ليه يا ابني؟ البيت بيتك. الله، مين حبيب اخوه؟ ايه اللي مين حبيب اخوه؟ انت يا ابني، مش انت اخويا؟ يبقى مين حبيب اخوه؟ طب تمام. قول لي بقى، ابوك طردك ليه؟ زعلته؟ لا. شتمته؟ لا برضه. امال ايه اللي حصل؟ طيب شافني وانا بشرب سجاير. نعم؟ انت بتشرب سجاير يالا؟ وفي البيت؟ لا والله مش في البيت، في الحمام. اهي كده مبلوعه شويه. وعمل ايه لما شافك؟ هو دخل فضل باصص في عينيا وانا باصص في عينيه وانا عارف ان انا هتفشخ ومش قادر اعمل اي حاجه خالص. ايه؟ وايه اللي حصل بعد كده؟ مفيش، نطيت من الشباك وجيت على هنا على طول. حلاوتك والمطلوب قبل اي حاجه، مين حبيب اخوه؟ لا في دي مش انا بقى كده يا صاحبي. طيب على العموم انا هبات عندك يومين على ما الدنيا تهدى بس في البيت كده. طيب هو انا عن نفسي ما عنديش مشكله، بس تفتكر مايداد هيوافق؟ لا في دي مالكش دعوه، انا واثق ان ابوك هيبيتني. انا اصلا لسه شايفه امبارح كان معاه شنط وطلبات وبتاع، شلتها منه ووصلت له لغايه البيت وشكرني ساعتها وقال لي كتر خيرك وانت طلعت جدع. ابوك عسليه والله وبيحبني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ ايه اللي جاب الواد ده هنا؟ تضحك عليا يا عم انت؟ الله، وانت بتشتري ليه يا حاج؟ في ايه يعني؟ مش فاكر امبارح لا رضيت تشيل معايا الشنط ولا رضيت توصلهم لغايه البيت اصلا؟ شفت بقى انك عيل مش سالك. مين ده؟ قالي ده انا غلبان. على العموم حصل خير، شوف صاحبك يشرب ايه. لا في دي ما تقلقش، هعمل معاه احلى واجب. بس هو هيبات معانا النهارده بس عشان الشقه بتاعته بتتوضب ومفيش مكان يعني يبات فيه، ده بعد اذن حضرتك طبعا يعني. قول كده بقى. طب ايه مستني اجيب لك البطانيه واغطيك؟ ما تخش يا ابني البيت بيتك. ايه ده؟ مش بقول لك ابوك بيحبني؟ والله العظيم يا حاج انت اجدع من ابويا. هموت وانام والله يا اسطى مش قادر. بقول لك ايه، اوعى تكون بتشخر ولا بتمشي وانت نايم، هي مش ناقصه. هو مالك مولع في الشقه؟ عيب عليك، انا في حياتي لا يمكن اعمل حاجه زي كده ابدا. وخلي بالك انا نومي خفيف قوي، فاي صوت جنبي بيصحيني. اوعى تكون انت بقى بتعمل صوت. ماشي يا زميكس، تصبح على خير. يا ابراهيم، صباعي مش عارف اخرجه من مناخيري. والنبي يا كابتن اللي معدي انت، تعالى شد صباعي لانه حشر في مناخيري وانا مش عارف اطلعه. ايوه شد يا اخويا شد. انت بتشد ايه؟ ده مش صباعي يا جدع. بس ايه ده؟ انت يالا بس اقتل يا رب. بس في يا ابني في حد يصحي حد كده؟ وفي حد يقول الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كلام ايه؟ بلاش احلم انا. تحلم؟ اتخمد يالا. ماشي تصبح على خير. ابو شكلك على الصبح خضتني. بقول لك ايه صحيح، هو ده ايه موضوع السجاير ده؟ انت منين انت بتشرب سجاير يالا؟ لا هو انا ما بشربش اصلا، بس هي كانت مره كده عشان كنت مخنوق. يعني مخنوق من ايه يا عم؟ احكي كده وفضفض. ماشي يا عم، وادي قاعده اهي. هو كل ما في الموضوع ان انت يعني ما بتحبش تحكم على حد من غير لما تعرف ايه الظرف اللي مر بيه او ايه اللي حصل خلاه يمنع كلام معاك. يعني عندك مثلا ده كان حلم بالنسبه لي ان انا اشوفها واتحقق بعد سنين، وبعدها في يوم وليله كل حاجه انتهت ومبقاش في كلام، وانت اصلا ما تعرفش ايه السبب. اكتر حاجه بتتعبك فعلا هي التفكير، واكتر حاجه فعلا تتعب ان انت لما شخصك المفضل يبعد عنك فجاه كده تلاقي الدنيا اسودت فجاه في وشك. بس زي ما قلت لك في الاول انا ما بحبش اظلم حد، خصوصا وانا ما اعرفش ايه اللي حصل، وطبيعي جدا لما الانسان بياخد اكبر من حجمه يعمل كده. وعلى فكره يا معلم انا مش زعلان، عادي، انا فعلا بحب الشخص ده جدا وبتمنى له كل خير، واللي حصل ده كان وارد ان هو ممكن يحصل في يوم من الايام ويكون في سبب، لما يحصل وانت مش عارف ايه السبب فدي فعلا اكتر حاجه بتتعب. بس يا معلم فعشان كده بقى كنت بشرب سجاير. تقوم تشرب سجاير وتدمر صحتك عادي كده بذمتك؟ ده حل؟ انت عبيط يالا، فك كده واضحك باين على اب ام وشك كده. وعدني انك مش هتشرب يا عم الحاجات دي تاني بلا قرف. ايه ده؟ واستنى انت فكرتني صحيح، انا معايا سجارتين هنا بقالي اسبوعين مش عارف اشربهم. تعال نشربهم انا وانت. نعم؟ ايه مالك؟ فين؟ لا مفيش، بص جنبك كده.